من القاهرة نحييكم مرة أخرى. صباح الخير إن كان صباحا، ومساء الخير إن كان مساء. معنا النهاردة عملة 5 مليمات مصرية، إصدار عام 1943 ميلادي، 1362 هجري. المملكة المصرية 5 مليمات. العملة دي زي ما احنا شايفين، ده الوجه اللي بنقول عليه كتابة لأن هو عليه الكتابة. هنشوف مع بعض الوجه الآخر اللي هو الملك، وهو عليه صورة الملك فاروق رحمة الله عليه. نشوف مع بعض الملك فاروق الأول، ملك مصر. زي ما احنا شايفين اهو، ده الوجه الآخر من العملة. هي العملة ديت عملة معمولة من البرونز. زي ما احنا شايفين اهوت. ثانية واحدة هوضح لكم حاجة أكتر. زي ما احنا شايفين اهوت، هي لونها نحاسي لكن هي مصنوعة من مادة البرونز. ندقق في تفاصيلها اهي. معمولة من مادة البرونز. فاروق الأول معروف طبعا إن فاروق الأول هو ابن الملك أحمد فؤاد. وطبعا هو زي ما احنا عارفين إن هو أطاحت بيه ثورة 52، واضطر لمغادرة مصر بعدها متوجها إلى روما. العملة دي يا أصدقائي سعرها بيتراوح ما بين 40 ل60 جنيه. هي العملة اللي في إيدي دي تمنها 60 جنيه. هي طبعا على حسب حالتها، زي ما احنا شايفين اهو حالتها. بصوا حالتها، انا عايزكم تركزوا معايا كده وتشوفوا الحالة بتاعتها، هي واضحة. المملكة المصرية واضحة، 5 مليمات واضحة، رقم 5 واضحة، 1943 واضحة، 1362 واضحة. حتى المصرية باينة، التشكيل والمملكة باينة عليها برضه، التشكيل كمان واضح، حاجاتها واضحة. واضح الحرف بتاعها اهوت اللي هو عامل بنسميه مروحة. واضح التفاصيل بتاعته هي واضحة هنا. هنا برضو واضح برضو الملك فاروق الأول ملك مصر، واضح التشكيل برضو هي على كلمة ملك مصر. زي ما احنا شايفين اهي واضح التشكيل، واضح كلمة بتاعه هو فاروق الأول واضحة، والتفاصيل بتاع اللي واضح، الزي بتاعه واضح. هي العملة دي يعني عشان لا طبعا هي لو حالتها أوضح، مثلا البدلة مثلا التفاصيل بتاعتها أوضح، وزر الطربوش واضح، سعرها بيزيد ممكن يوصل ل300 جنيه لو هي يعني واضحة جدا أكتر من كده. لكن دي بتعملها 60 جنيه، اللي معايا العملة معايا دي حاليا ده سعرها. أتمنى منكم يا أصدقائي أن حضراتكم تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو وتدعمونا وتشتركوا في القناة، لأن اشتراككم دوت هيدينا دعم أكتر. وإلى اللقاء في حلقات قادمة بإذن الله. واللي عايز أي سؤال أو استفسار هيلاقي تحت اسم القناة في كلمة التواصل، لما يدوس عليها هيطلع له رقم الواتساب، ممكن يتواصل معايا على الواتساب سواء من جوه مصر أو من بره مصر، وإحنا تحت أمر حضراتكم. مرة أخرى يرجى الاشتراك في القناة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء مرة أخرى.